هو بيكافئ ناس من كل المستويات، ودي حاجة جميلة جدا يعني. يافطة واحدة اسمها ممنوع التصوير. ممنوع التصوير دي هي المصيبة الكبرى التي تعيشها مصر. أعزائي المشاهدين، ولسه بنتابع معاكم فعاليات المهرجان. معانا المصور الصحفي القدير لأعياد المبارزة. أهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. حضرتك السيزون اللي فات كان موضوع لحضرتك المهرجان، النهارده حضرتك ضيف شرف وحضرتك فخورين بوجودك. ده شرف كبير ليا يا فندم، والله سعيد وجميل ان انا ابقى موجود في وسط الفنانين. النهارده المهرجان موضع الفنان القدير لطفي لبيب. طبعا ده حد يعني من الناس اللي اثروا في الحركه الفنيه في مصر، وهو فعلا يعني حاجه تحس ان السينما او الفيديو ما يستغناش عن وجوده بالظبط يعني. ما شاء الله عليه، يعني حد ما شاء الله يعني. احكي لنا عن ذكرياتك معاه، يعني بما انك عشرت الفنانين، هل لك ذكرى مع الفنان لطفي؟ للاسف ولسوء حظي يعني، انت عارف النجوم هم فنانين النص المنتصف، الصف الثاني والثالث وكده، دول اللي انا بعتبرهم نجوم اي عمل. ولسوء حظي ان الناس دي ما بيهتموش انهم يتصوروا، ما بيهتموش بالتصوير. لقاءاتنا معهم قليله جدا جدا، الا بقى في عمل او كده. بس طبعا لطفي لبيب ده قيمه كبيره جدا، سواء قابلته او ما قابلتوش. هو راجل عالي وجامد قوي يعني. لو حابب اتكلم معاك عن الفن قديما وحديثا، شايف ان الفن حديثا بيوجد فيه رساله زي قديم؟ بص، الفن فن طالما نابع من فنانين للفن، يعني فنان بيكتب للفن، مخرج بيخرج بشكل فني راقي جميل رائع يعني. في اي زمن يتعمل ده هتلاقي فن جميل جدا جدا جدا، بعيد عن انوار البلطجه لا ما بص، حتى ما هو فريد شوقي ومحمود المليجي كانوا ادوار بلطجه وضرب ورزع يعني كان شومه. دلوقتي يعني ما هو خلاص بقى الزمن نفسه بيتغير، الزمن اختلف واتغير، وبقت الناس دي غير الناس دي. لكن هو في الاول وفي الاخر وقتهم كانوا دول البلطجيه، قلالات الحياه، قلالات الكذا. لكن الزمن مع تغيرات الزمن، لما يجي زمن تاني هنقول. ولما جه كاراتيه بقى، افلام الكاراتيه من بره برضو الناس عملت افلام كاراتيه في مصر وكانت ناجحه وكانت كويسه. بس الناس برضو ثقافتهم اتغيرت، حتى في الخناق، حتى في البلطجه يعني. بالظبط. موقفك ايه في القضيه الفلسطينيه؟ مين ما يدعمش فلسطين يعني فلسطين دي يعني احنا اتربينا وعشنا على ان فلسطين دي هي أرض فلسطينية، أرض عربية، أرض يعني لازم تبقى في حضن أهلها وبلادها. للأسف في ناس نسيت المقاطعة. ما بص، إحنا ملناش دعوة بالناس، كل واحد يحط جوه قلبه. ما هو حتى أنا هقول لك حاجة، بره مثلا في ماتشات الكورة دلوقتي الناس بتتعامل إزاي مع القضية الفلسطينية؟ فما ماتتش بره وعايشه وقويه جدا. احنا عندنا لازم احنا اقوى منهم من كده بكتير قوي. حتى في دول يعني مش عربيه، دول غربيه كمان بتدعم. ما انا بقول لك بره مصر، بره الدول العربيه في اوروبا اللي احنا شفناه في ماتشات الكوره والمقاطعات العنيفه جدا لمنتخب فرنسا. يعني الشعب الفرنسي والجمهور الفرنسي قاطع منتخب فرنسا عشان بيلاعب فريق من المحتلين والمعتدين وكده يعني. حابب اعرف ايه هي النقط اللي ممكن يعني تعرقل او تبقى يعني حاجه فيها يقابل صعوبه المصور الفوتوغرافي اللي ممكن تاثر عليه في شغله؟ يافطه واحده اسمها ممنوع التصوير. ممنوع التصوير دي هي المصيبه الكبرى التي تعيشها مصر. بلد سياحيه من الطراز الأول على مستوى العالم، ممنوع فيها التصوير
من ناس لا تعرف حاجة عن الأمن ولا تعرف حاجة عن الدعاية ولا عن السياحة ولا عن أي حاجة. وللأسف اللي بيجي يمسك يلاقي ممنوع التصوير يقول لك نمنعه، مفيش أي مشكلة يعني. قصد حضرتك كمنشآت عسكرية؟ لا 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 لا، ده أساسي، ده المنشآت قانونا. العسكرية دي ممنوعة في أي حتة في العالم. لكن تيجي تتصور مثلا في منطقة سياحية وتعمل دعاية لبلدك فتفاجأ لا يا تدفع يا تعمل يا بلاش ده بيدعم يا كده ممنوع. طب هدفع، يقول لك طب انزل بقى انت تبقى في الهرم وباقي ساعتين مثلا، انزل روح شبرا هات لنا ورقة وارجع تاني على المانيال عشان تصور واطلع في على الهرم تصريح وفلوس وبتاع. يعني حتى اللي عاملها مش عاملها منظمة، اللي عاملها عشوائية. يعني هي أصلا استثمار عشوائي مش استثمار، حتى ده عشوائي. وبعدين لما يجي حد بلوجر كبير دلوقتي وينشر صورة، المفروض يبقى عايز ياخد مليار دولار علشان ينشر لك صورة، لأنها هتخدم البلد خدمة جامدة جدا. طب انت عندك بلدك وعندك ناسك وعندك جرايدك ومجلاتك وتلفزيونك، اعمل ده واخدم نفسك واخدم السياحة في بلدك. بالظبط صح. حابب توجه إيه للفنان عادل عمار؟ عبد العمار ده راجل جميل ومجاهد. ده الراجل ده مجاهد والله علشان يرتقي بنشوف بالفن دايما في كل سيزون يعني الفنانين بيحضروا المهرجان الخاص بيه، وده يدل على حب الوسط. أكيد طبعا. يعني هو يعني الناس بتحب تتكافئ، وهو بيكافئ ناس من كل المستويات، ودي حاجة جميلة جدا يعني. بالظبط. حضرتك يعني وجودك النهارده ده بيدعم الشباب، ودي حاجه جميله وفخورين بوجود حضرتك. ربنا يخليك ويسعدك يا رب. شرفت بكون معاك.